من مديرية الدفاع المدني توضح أسباب حريق قاعة الهيثم الملكي الموجودة في قضاء الحمدانية وأعداد الضحايا كحصيلة أولية. حياكم الله متابعينا. قبل ما ندخل بالتفاصيل انطونا إعجاب وشاركوا هذا الفيديو ويا أكبر عدد ممكن. بدت مأساة اليوم ويا هذه الدعوة اللي نشروها العرسان ودعوا أصدقائهم لحضور حفل زفافهم، وحفل الزفاف تم إقامته في قاعة الهيثم الموجودة في قضاء الحمدانية. حضروا هذه القاعة قرابة 1000 شخص، وبعدها حدث الحريق اللي تم الوصول لهم حاليا هم 300 شخص. قرابة 100 شخص تم انتشال جثثهم، أما البقية 200 فهم جرحى وتم نقلهم إلى المستشفيات. ولا يزال حتى الآن موجودين أشخاص في قاعة الهيثم مع محاولة فرق الدفاع المدني الوصول إليهم. للعلم انه تم انتشال جثة العروس وهي متوفية، وهذه الصور اللي تظهر قدامكم هي صور المستشفيات اللي غصت بالجثث والجرحى، لدرجة انه تم نقل مجموعة من المصابين الى اربيل وكركوك، كذلك الى الموصل لمساعدة مستشفى قضاء الحمدانية، لانه ما عادت تتسع